الحوار الكامل للزميل سفيان الرشيدي رفقة مدرب الوداد الرياضي البيضاوي الويلزي جون توشاك. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من هنا من العاصمة الكونغولية كينشاسا، أين يقيم نادي الوداد قبل تنقل يوم غد إلى مدينة لومومباتشي لتقرب أكثر من استعدادات الفريق الأحمر قبل مواجهته لتيبي مازيمبي. نسعد اليوم باستضافة السيد جون توشاك. شكرا لك على تلبية دعوة قناة الرياضية. كما تعلم المباراة التي ستجمعكم بنادي تيبي مازيمبي تكتسي أهمية خاصة للطرفين معا، ليس فقط للوداد بل أيضا لبطل أفريقيا تيبي مازيمبي. ماذا عن استعدادات الفريق لمباراة يوم الأربعاء المقبل؟ Well, the last game was a home game. You know, it's in African Cup competition. There's a big advantage for the home team. كما تعلم المباراة الأخيرة كانت على أرضنا وهو ما يعتبر امتيازا لنا، لكن رغم السبق بهدفين على مازيمبي كنا نتمنى تسجيل هدف آخر. We maybe deserve one goal more, you know. But this team هو الفريق الذي لعب المباراة النهائية في 3 نسخ سابقة. يلزمنا تسجيل هدف بلومومباتشي. We have to score one goal here at least. ربما التخوف اليوم هو من الظروف التي تجرى فيها عادة المباريات أمام نادي تيبي مازيمبي، الجماهير، الضغط الجماهيري، الظروف التي تحيط بالمباراة. هل وضعتم ربما خطط بديلة لتجاوز هذا الضغط الذي بإمكانه أن يؤثر على المجموعة هناك بلومومباتشي؟ Well, we know that. I think that in African competition نحن على دراية تامة بالظروف التي ستجرى بها المباراة. اللعب بلومومباتشي يظل امتياز لمازامبي، وهو ما يختلف عن طبيعة المباريات بأوروبا. بالقارة الإفريقية يلزم السفر 5 أو 6 أيام للاستئناس مع الأجواء والضغط الممارس من طرف الفريق الضيف، وهو مازامبي في هذه الحالة. It's very, very important game, particularly for our younger players, you know. هي مباراة هامة للاعبين الشباب كالكارتي والهجهوج والأصبحي الذي يغيب عن هذه المباراة. أؤكد على ضرورة تسجيل هدف هناك. We wait and see. We have 2 goals advantage and repeat, we need a goal here. هناك غيابات مؤثرة قبل التنقل إلى الكونغو الديمقراطية. يوسف رباح، مهدي قرناس، لاعب أنس الأصبح الذي قدم مباراة كبيرة في مباراة الذهاب. كيف تفاعلتم مع هذه الغيابات، وهل لديكم البدائل الجاهزة لوضع تيبي مازيمبي تحت الضغط أمام جمهوره وأمام القاعدة الجماهيرية الكبيرة لهذا النادي بلومومباتشي؟ You know, we lose. Asbahi doesn't play for injury. For me, خسارة أنس الأصبحي بالتأكيد تظل مؤثرة، لكن الغياب الذي يؤرق بالي هو يوسف رابح. ربما كان علي ألا أغامر به أمام اتحاد طنجة، لكن كان الهدف هو منحه جرعة من التنافس قبل رحلة الكونغو، لينضاف لغياب المهدي قرناس ونعيم أعراب. Karnas injury, Arab and Omar. We have 4 or 5 defenders injured. نعاني كثيرا من إصابة المدافعين. عندما نستبشر خيرا بسلامة المهاجمين يصاب المدافعون، والعكس صحيح. المشكلة الذي يعاني منه الوداد خلال المباريات الأخيرة هو العقم الهجومي الذي رافق الفريق في عدد مهم من مبارياته. اللاعب كيتا لم يفرض ذاته ربما منذ رحيل مليك إيفونا، والوداد يعاني على مستوى خط الهجوم. ماذا حضرت لتجاوز هذا الإشكال، خصوصا وأن الفريق مطالب بتسجيل هدف لكي تسهل المأمورية أمام نادي من قيمة تيبي مازيمبي؟ The last is never easy, but the 2 games we play in this competition. أكيد أنها ليست مباراة سهلة. في آخر تنقل إلى القارة السمراء إلى النيجر ومدغشقر خسرنا المباراتين معا، لكن سجلنا هدفين من ضربة جزاء للهجهوج بالنيجر ولصلاح الدين سعيدي بمدغشقر. In Niger and Saidi in Madagascar. So we have to score a goal. اللاعبون مطالبون بالتسجيل. لن نكتفي بالدفاع، يلزمنا المبادرة. سنعمل على استغلال اندفاع مازيمبي والاعتماد على الهجمات المضادة. نحن نعاني طوال الموسم من العقم التهديفي، هذا هو الواقع. This team, they know they must attack us. So
hopefully we can counter-attack and get opportunities. But we have a problem all season scoring a goal, you know. نترك لك كلمة أخيرة سيد توشاك قبل ساعات من التنقل إلى لومومباتشي للدفاع عن حظوظ كرة القدم المغربية وعن حظوظ الوداد أيضا في هذه المنافسة القارية وهي دوري أبطال إفريقيا. We're very happy with the fans of Wydad. نحن سعداء بتوفرنا على جمهور رائع. منذ 20 شهرا ونحن في الصدارة. اليوم نعاني مشكلا كبيرا. In Casablanca, 15 home matches. في آخر 15 مباراة كنا خلالها الطرف المضيف، لعبنا 5 فقط بالجمهور و3 كان خلالها الملعب مقفل بسبب الأشغال، و7 مباريات تنقلنا لعدد من المدن بحثا عن ملعب يحتضن مبارياتنا. الجميع يرغب في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور. إنه مشكل كبير نعانيه منذ 20 مباراة، وهو ما يزعج بعض الأندية التي تتنافس هي الأخرى عن نرغب في الحفاظ على هذا المكسب، ويلزمنا تربية الشباب على التطلع للصدارة. بالمغرب هناك 4 فرق مرشحة للفوز باللقب، لكن هناك فريق وحيد هو المرشح لخسارته، هو الوداد الرياضي. Now in Morocco there are 2, 3, 4 teams who can win the Botola, but there's only one team who can lose it, and that is Wydad. شكرا سيد جون توشاك، بالتوفيق للوداد للدفاع عن حظوظ كرة القدم المغربية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بالتوفيق للنادي الأحمر لكي يتجاوز هذه العقبة وللوصول لدور المجموعتين من المسابقة الأغلى إفريقيا. لكم تحيات سفيان رشيدي، صلاح البدري من كينشاسا بالكونغو الديمقراطية.